السلام عليكم أعزائي المشاهدين وأهلا بكم معنا وهذا اللقاء الرياضي المتجدد. النهاردة يمكن أعزائي المشاهدين بنواصل سلسلة حلقاتنا عن رياضة السباحة. النادي الإسماعيلي محقق نتائج طيبة، محقق أرقام طيبة هنتعرف عليها من خلال حلقة اليوم وبرنامج مش بس كورة. هنلتقي ولكن بعد الفاصل. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. يمكن كلنا أعزائي المشاهدين بنهتم بلعبة السباحة، بنحاول نعلمها لأولادنا. النادي الإسماعيلي زي ما قلت هنتعرف على الأرقام اللي محققها، الميداليات الناشئين بتوعه جايبينها من خلال الفقرة التالية. معانا ومعاكم الكابتن محمد مصطفى، مدرب عام فريق السباحة القصيرة بنادي الإسماعيلي. أهلا بيك معانا. الكابتن سحر أبو شعيشع، مدير أو مدرب فريق السباحة بالإسماعيلية. أهلا بيك معانا. معانا الأبطال، مش عايز أقول الصغيرين، أقول الأبطال الكبار السباح والبطل بلال عبادة. يعني ألف مبروك، أنت جايب 3 ذهب و1 فضة، يعني طبعا حاجة جميلة وتشرف في بطولة الجمهورية الأخيرة، بطولة المنطقة الأخيرة. أيضا محمد عبادة محقق 4 ذهب في نفس البطولة، ومريم وائل عطية 2 ذهب و2 فضة أيضا في بطولة المنطقة الأخيرة. عايز أتكلم كابتن محمد مصطفى. النادي الإسماعيلي بدأ يهتم بالناشئين في السباحة، يعني بدأنا من وقت لآخر نشوف أرقام جديدة، نشوف ميداليات، نشوف كؤوس. كلمني عن أهم إنجازات الفريق خلال الفترة الأخيرة. هو مؤخرا البطولة الأخيرة اللي احنا اشتركنا فيها كانت آخر بطولة لموسم 2016 لمنطقة السباحة، لمنطقة القناة السباحة. اشترك فيها الفريق بتكليف من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. حقق فيها السباح محمد عبادة 4 ميداليات ذهبية في ال4 سباحات. بلال حقق 3 ميداليات ذهبية و1 فضية، ومريم 2 ميداليتين ذهب وميداليتين فضة. عايز اقول يعني في تركيز من النادي الاسماعيلي على قطاع الناشئين او البراعم، بقى انجاز التعبير في موضوع السباحة. في تركيز كبير جدا، وبعد اخر بطولة دي طلب المهندس ابراهيم عثمان شخصيا مقابلة الابطال عشان يحفزهم للبطولات القادمة، ويجهزهم كمان للموسم الجديد كنوع من التحفيز. كابتن سحر، انت ماسكه البراعم. طيب بتبقى لك نظره معينه ان الولد او البنت الصغيرين دول هيبقى بطل خلال الفتره طبعا القادمه؟ اكيد بيكون في فروق فرديه طبعا بتظهر على اللاعب من الفتره ديت. احنا طبعا بنبدا نأهلهم من البراعم لما فوق، فدي بتكون حاجه كويسه اللي احنا شايفينها، اللي هم اصلا يعني انا ببدا امرنهم من الفتره دي. وبعد كده بأهلهم بيتنقلوا للمستويات اللي بعدها. طب غير بلال ومحمد ومريم في عناصر كويسه، عناصر طيبه هنشوفها برضو خلال الفتره المقبله. ان شاء الله اكيد ان شاء الله باذن الله. باذن الله. الفريق مكون من قد ايه، كام براعم تقريبا؟ يعني فوق ال 15. فوق ال 15. دي في مرحله معينه ولا مرحله معينه؟ اللي هي البراعم. انما بالنسبه للمراحل الاخرى يا كابتن محمد، هو قوام الفريق يعني فوق ال 64 سباح و65 سباح. 65 سباح. طيب ده القوام الكلي للفريق. طيب براعم وناشئين. بلال كلمني. احنا قلنا في البدايه 3 ذهب و1 فضه. تخيلت انك هتجيب هذا الكم من الميداليات؟ يعني انا
كنت نازل، كنت بس مستعد. انا مش يعني ما توقعتش الفضه دي يعني. مم. بس في واحد من نادي الشرق يعني جه اخدها مني، اخد الدهب مني اه في الدولفين. طيب طيب. الاربع ميداليات تقول لي هم كانوا في ايه على بعض كده؟ علي كانت واحدة صوتك عشان دهب. صوتك ضعيف، انت سباح بقى كبير، لازم صوتك يجلجل في الاستوديو. دهب في الكويل في الحرة، وواحدة دهب في الباك، واحدة دهب في الصدر اللي هو البيست، والفضة ديت في الدولفين فراشه. محمد عبادة برضو طبعا انتوا اخوات. طيب في سباحين تانيين ولا انتوا الاثنين بس؟ لا في سباحين تانيين اخوات يعني. اخواتك برضو بيلعبوا؟ لا مش اخواتي، لا يعني ناس تانية كده اخوات. لا حد في العيلة برضو سباح؟ لا احنا طيب بس. انتوا بس. ربنا يبارك فيكم. محمد قول لي الاربعه دهب برضو في ايه؟ الدولفين والباك والبيست والكل. جميل، يعني انت لميت كله يعني. مريم انت كام سنه؟ 8. 8 سنين. سنه كام؟ تالتة. طيب كويس قوي، انت جبت 2 دهب و2 فضه. دي مش اول بطوله تدخليها، دخلت بطولات قبل كده؟ كام بطوله قبل كده دخلتيها؟ 6. اللهم صل على النبي، 6 بطولات في الفتره دي. انت بدات سباحه من قد ايه، من كام سنه؟ 2 من 2. والميداليات دي كلها بتاعتك؟ اللهم صل على النبي، يعني نمسك الخشب. كام ميداليه عديتيهم؟ كام؟ 24. 24 ميداليه في 2. كلهم بطوله منطقه. طيب كويس قوي. محمد عباده برضو شايف بسم الله ما شاء الله كم كبير جدا من الميداليات. كم ميداليه تقريبا؟ مش عارف، ما عدتهمش من كترهم يعني. بلال الميداليات برضو دي على كم بطولة تقريبا، ولو في حصر ليهم؟ يعني كذا بطولة كده. يعني انت بتلعب من قد ايه، من كام سنة؟ بلعب من 6 سنين. من 6 سنين بتلعب. وكم الميداليات بقى؟ يعني ممكن حاجة 30 ممكن كده يعني. انما الاربعة اللي قدامك دول اللي بتاعت اخر دول ارفعهم كده للكاميرا عشان دي الميداليات بتاعتك. برضو محمد ارفع الميداليات بتاعتك اللي خدتها في البطولة الأخيرة. دول 4 دهب. انت لميت الدهب، والدهب غالي يا محمد. واضح ان انت السبب. جميل جدا. مريم ميدالياتك الحلوة عشان الولاد اللي شايفيننا تبقى انتوا قدوة بالنسبة لهم، ويعملوا زيكم ويتدربوا ويلعبوا رياضة. جميل جدا. الكاميرا جايباكم. نتمنى كل ولادنا يلعبوا سباحة ويدخلوا مسابقات ونشوفهم أبطال كبار. نفسكم يعني تبقوا سباحين عالميين؟ طبعا. بتحلم؟ طبعا. طيب مين القدوة بتاعك يا بلال؟ يعني هو مايكل فيليبس. مايكل فيليبس، وعلى يعني في الآخر كده أحمد أكرم عشان هو مصري وكده. طيب محمد عبادة برضو؟ نفسه برضو. طيب مريم في حد معين كده بتحبي تكوني زيه؟ انا مغششه في مايكل فيليبس. انت اللي مغششاه؟ طيب لا خلاص، انا هديك انت الدرجه وهسحب الدرجه منه. كابتن محمد مصطفى، التدريب بيبقى على اسس علميه. تمام. انت اساسا في كليه التربيه الرياضيه؟ بورسعيد. طيب كلمني بقى الاسلوب والنمط اللي بتتخذه لتدريب الولاد في هذه السن المبكره. هو الاول في محددات لانتقاء السباحين. المحددات دي اول حاجه فيها محددات انثروبومتريه اللي زي طول الولد، طول اطرافه، الوزن بتاعه، ما يكونش مليان او سمين، ما يكونش برضو نحيف قوي، ما يكونش مليان. دي المشكله بقى بالنسبه للسباح يعني. يعني يكون جسمه مناسب. طيب يعني مريم ما اعتقدش انها يعني طويله قوي بالنسبه لسنها، ولا تعتبر كويسه؟ لا تعتبر كويسه. مريم مواليد 2008. طيب جميل جدا. لو واحد بقى كابتن سحر حد وزنه زاد شويتين، بتقولوا له يعني ولا في السن ده صعب؟ اللي هو سن 2008 لا هو مش هيحقق معانا بالدرجه كده، هيمارس بس مش اللي هو يحقق فيها بطولات. بتطلبوا منه ان وزنه ينزل؟ طبعا لازم بيعمل فتنس علشان وزنه يقل، عشان يقدر يحقق المستوى اللي احنا عاوزينه.
البطوله اللي قدامنا دي الصور دي من البطوله ولا ايه بالظبط؟ دي بطوله المنطقه الاخيره. بطوله المنطقه الاخيره. بطوله المنطقه كانت فين بطوله المنطقه؟ بورسعيد. في بورسعيد. كابتن محمد، بورسعيد والاسماعيليه والسويس منطقه واحده. منطقه واحده، منطقه القناه، بورسعيد والقناه وسيناء. وسينا معاكم. ليه الاسماعيليه ما تبقاش منطقه منفصله، او كل محافظه بورسعيد منطقه منفصله، ولا عدد الانديه مش كتير؟ عدد الانديه مش كتير، ويعني انضم مؤخرا يعني من كام سنه كده انضم الاسماعيليه والسويس للمنطقه، بقت كلها منطقه واحده، منطقه القناه. كابتن سحر، يعني المنطقه المفروض انها منطقه ساحليه، يعني اتخيل ان السباحه المفروض تكون الرياضه رقم 1 قبل كره القدم، لكن ده مش موجود. ليه بقى؟ هو ممكن يعني اللعبه الشعبيه او المعروفه اكتر اللي هي القدم. تمام، فكل التركيز اكتر بيكون على كره القدم، مش على السباحه عامه. حتى السباحين المتميزين دايما بنلاقيهم كده، مثلا من اسكندريه، الانديه الكبيره برضو في القاهره، نادر لما حد بيطلع من منطقه القناه. انا بقول نادر، يعني مش والله ده اللي احنا بنحاول اللي احنا نعمله، اللي احنا نوصل للمستوى اللي هم ترتفعوا بمستوى السباحه، وده ان شاء الله زي ما حضرتك شايف وباين قدامك اللي احنا وصلنا له، ولسه ان شاء الله في تقدم باذن الله. يعني دي بدايه بمشيئه الله. الحمد لله. طيب، كابتن محمد الريس، مدير منطقه بورسعيد للسباحه، اهلا بيك معانا. اهلا بيك يا محمد، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه. يعني السباحه كده شايفين في انتعاش شويه في منطقه القناه، في بورسعيد وفي وادي الاسماعيليه النهارده احنا بنتكلم عنها. امتى هنشوف منطقه القناه يعني فيها سباحين عالميين؟ لا، هو الحقيقه الحمد لله منطقه بورسعيد والقناه وسينا والدلتا دلوقتي، لان خلاص بقينا كمان منطقه الدلتا مضمومه لمنطقه القناه وسينا. والحمد لله احنا الفتره اللي فاتت نفذنا 12 بطوله فعليه خلال عام 2016 بالمراحل المختلفه، سواء المشيين او المراحل، سباحه قصيره ومياه مفتوحه. الحمد لله كان المستوى الفني والزمني للسباحين كلهم كانت حاجه مبشره جدا، لدرجه ان احنا ظهر عندنا مجموعه من الابطال في بطوله الجمهوريه الاخيره، ممثلين للنادي الاسماعيلي ونادي هيئه قناه السويس الاسماعيليه ونادي الشرق بورسعيد واستاد طنطا وغزل المحله. الحمد لله حققوا نتائج من المجموعه الاوائل على الجمهوريه من الاول للعاشر. فدي نتيجه لتنفيذ البطولات اللي احنا نفذناها الفتره اللي فاتت. البطولات اقيمت في المجمع العالمي لكليه التربيه الرياضيه بورسعيد والحمام الاولمبي بورسعيد ومركز شباب الاستاد بورسعيد. فالحمد لله يعني الابطال اللي قدام حضرتك يمكن في بلال عباده وفي محمد عباده دول من ابطال النادي الاسماعيلي، وطبعا الفراشه اللي احنا بنسميها الفراشه الذهبيه مريم عطيه، السباحه الواحده اللي هتبقى لها مستقبل ان شاء الله. دول نتيجه بطولات المراحل اللي تمت خلال عام 2016. والحمد لله احنا بنأمل الفتره الجايه ان احنا يعني المخطط للمنطقه ان بطولات 2017 هتبقى عدد بطولات اكثر من 2016. دي هتضغي على العمل الفني للعيبه والانديه والتنافس كمان. الحمد لله النهارده بطوله المنطقه بتبقى مكونه من 17 نادي داخل البطوله، فالمنافسه بتبقى شديده بين الانديه، ما تبقاش عارف البطوله رايحه لمين وجايه لمين. يعني 2016 كل نادي اخذ البطوله مره، يعني ما فيش نادي احتكر البطوله على مدار البطولات كلها. فالحمد لله يعني ده انجاز المنطقه للعام الثاني على التوالي. ان شاء الله الابطال اللي قدام حضرتك دول من ضمن السباحين المكرمين اللي هيتم تكريمهم يوم 27 في الحفل السنوي اللي المنطقه بتنظمه ان شاء الله. وهم من ضمن 64 سباح هيتم تكريمهم، هم والساده المديرين الفنيين ورؤساء انديتهم. والحمد لله ده دور المنطقه في نشر اللعبه، واحنا بنجتهد عشان نطلع ابطال رياضيين يرفعوا علم مصر في المحافل الدوليه ان شاء الله. بمناسبه المحافل الدوليه، ايه العناصر اللي تنقصنا عشان يبقى عندنا ابطال عالميين؟ مش عايز اقول اولمبيين، يعني مش عايز حلمي يروح لبعيد. لا، احنا ينقصنا حاجات كتير. يعني نمره واحد الحاله الماديه. انت حضرتك عارف ان المستوى المادي بالنسبه للانديه بيبقى ضعيف جدا. ده بيظهر على اللعيبه بالنسبه للامكانيات الفنيه للملاعب. الملاعب مش متوفره في امكانيات كبيره. يمكن النادي الاسماعيلي اكبر مثال ما عندوش حمام سباحه، لسه الفتره الجايه هيبدا يفتح الحمام بتاعه اللي في الشيخ زايد.
اللي هو في ارض النخيل المجمع الجديد. فده اكيد هيفرق مع اللعيبه دي كتير، لان اللعيبه دي بتتمرن في حمامات بتتاجر، يعني بيروحوا يتمرنوا في حمام نادي الهيئه في اسماعيليه بيأجروا، وبيتكبد ولي الامر المصروفات كلها من جيبه. فلما يبقى النادي موجود له حمام سباحه اكيد هيفرق مع اللاعب وهيفرق مع ولي الامر، واكيد هيحسن من المستوى الاداء بتاع السباح في البطولات الجايه. جميل جدا. شكرا جزيلا للكابتن محمد الريس مدير منطقه بورسعيد للسباحه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا محمد، وبصحتك بالصحه والسلامه. بناخد مع بعض اعزائي المشاهدين الفاصل التالي ثم نواصل حوارنا مع ضيوفنا. أعزائي المشاهدين، يمكن لما بنعمل حلقات في الشتاء عن السباحة بنتساءل هل هناك تسخين في حمامات السباحة؟ كابتن محمد مصطفى؟ في تسخين فعلا، مجمع هي قناة السويس بيبقى فيه تسخين. وتدريباتهم بتبقى توقيتاتها امتى؟ احنا بنتدرب الساعة 5:15 الفجر. الفجر؟ والولاد بيجوا منتظمين؟ منتظمين. ولد بيخلص تمرينه وبعد كده بيطلع المدرسة لو وراه مدرسة. هتفرق معاكم يا كابتن سحر لو النادي الاسماعيلي له حمام سباحه منفصل؟ اكيد طبعا هيساعدنا كتير. اولا العدد كمان هيزيد اكتر، وكمان هتكون مواعيد تانية برضو، مواعيدنا ممكن تتغير، وهيكون لينا احنا يعني النادي الحمام بتاعنا احنا. اللي قدامنا ده بتاع بورسعيد زي ما انت قلتي، اللي اقيمت عليه البطوله استاد بورسعيد. استاد بورسعيد. يعني هيكون في فرصة للانتقاء لما يكون في مدارس للسباحة خاصة بالنادي أو مدرسة للسباحة خاصة بالنادي الإسماعيلي. أكيد. وبالتالي هتنتقي الأعداد أو المواصفات اللي أنت بتاعتهم كبيرة. يعني مش هيكون عدد محدد بس. طب الأولاد الصغيرين تدريباتهم بتبقى مختلفة شوية عن الكبار؟ أكيد طبعا. دمت بياخدوا تدريبة معينة ودمت لهم تدريبة تانية. يعني دمت لهم تكنيك، احنا بنبدا مع الصغيرين بالتكنيك وبنظبطه، التانيين بيبداوا بقى تدريب على مستوى اعلى، اللي هم زي بلال وزي محمد وزي مريم. كابتن محمد مصطفى، الولد او البنت بياخدوا قد ايه، كام سنه او كام شهر عشان يدخل في مرحله البطوله؟ لا، هي دي مرحله البطوله بتبتدي من 11 سنه. فيما قبل كده يعتبر مرحله البراعم. يعني البطولات الرسميه بتبتدي من 11 سنه. ما احنا شايفين صغيرين اهو بسم الله ما شاء الله. مريم وجايبين بطولات يعني. مريم سباحه في 2008 مرحله البراعم. بتشارك في بطولات المنطقه فقط. بطولات الجمهوريه يشارك فيها من 11 سنه. 11 وانت طالع. يعني نعتبر مريم على الميداليات اللي جايباها دي طفره طبعا. بسم الله ما شاء الله. بتتنبؤوا ليهم يعني الابطال الثلاثه ان هيكونوا يعني هيكونوا شيء في المستقبل ان شاء الله. محمد عباده تامن جمهوريه، بطوله الجمهوريه اللي فاتت دي. بسم الله ما شاء الله. فرق بينه وبين الثالث يعني تقريبا بينه وبين تحقيق ميداليه اجزاء من الثانيه، مش حاجه كتير يعني. طيب بلال يعني شاطر في المدرسه في الدراسه برضو ولا التدريب والسباحه بتاخرك شويه؟ لا ما بتاثرش. لا الحمد لله. نفس السؤال ليك يا محمد؟ لا ما بتاثرش. ما بتاثرش. طب بتدي لك دافع اكتر الرياضه، بتخليك فريش اكتر. مريم لما بتدربوا 5 الصبح بتروح المدرسه متاخر ولا ايه؟ ساعات بروح متاخر. طب بتروحي تعبانه ولا بالعكس بتخليكي في حيويه اكتر؟ لا بروح تعبانه، بطلع من التمرين والجو ساقعه. الجو ساقع. تنزلي الميه ما بتخافيش الميه يعني تكون ساقعه شويه او كده؟ لا عادي. عادي. خدت مناعه ضد الميه. طب التدريب في الصيف ولا في الشتاء افضل؟ لا الشتاء. في الشتاء. ليه في الشتاء؟ الميه بيسخنوها، لكن الصيف بتبقى ساقعه. الميه ساقعه. الشهاده اللي على الهوا دي يمكن الشهاده بتاعتك دي بتاعت البطوله الاخيره. طيب
بلال، كرموكوا لما يعني خدتوا بطولات؟ بتتكرم من هنا او من هنا ولا ما حدش حاسس بيكم؟ لا، احنا لما بنكون عاوزين نتكرم مثلا انا اروح في المدرسه بيكرموني في المدرسه اول ما بتاخد بطوله بتكرم في الطابور. وكده. دي الشهاده بتاعتك اللي على الهوا دلوقتي؟ دي الشهاده ساعه لما يعملوا حفله تكريم بعد كل سنه بتيجي الناس اللي حققت بطولات وكده، بتيجي حفله التكريم دي، هي هتتعمل في 27 واحد خلاص يعني احنا بيكرموا اللي حققوا مراكز طول السنه، الابطال الرياضيين. محمد، يعني افضل تكريم ليك كان مين اللي كرمك يعني في المدرسه يعني؟ النادي كرمك او المنطقه؟ عملوا لك حفله بمناسبه حصولك على ميداليه. برضه شهادتك دي اللي على الهواء. طيب، يعني عايز ارجع مره تانية للكابتن محمد مصطفى، والولاد بقى عشان يدخلوا مرحله الاحتراف، يعني خلاص بيبقى سباح محترف، ده بيبقى من سن كام وازاي بقى بتدفع بيه لبطولات اعلى، يعني مستويات اعلى؟ هو زي ما قلت لحضرتك من 11 سنه بيبتدي مرحله الجمهوريه بقى، شغل بطولات الجمهوريه. طبعا المرحله اللي قبل كده كلها بتبقى اعداد للسباح عشان يقدر يشارك في بطولات الجمهوريه. زي مثلا 8 سنين بيبقى على الاقل بيبقى 4 تدريبات. ده لازم. 9 سنين 5 تدريبات. 10 سنين برضو في حدود 5 تدريبات. ليه التدريب 5 الصبح؟ ليه ما يبقاش اخر نهار بعد ما يرجع من المدرسه او كده؟ في الوضع الحالي اللي احنا فيه عشان هو ده امر واقع، مفيش مواعيد غيرها. مفيش حمام سباحه فاضي او توقيت بتاعنا. فاضي غير هو التوقيت ده. مش حمام السباحه مش بتاعنا، فالوقت مش ملكنا. تاني نقطه ان الولد بيبقى جاي الصبح فايق، يعني بيبقى اهم حاجه ان الولد يبقى جاي، يعني الولد صاحي من النوم جاي على التمرين، فجاي فايق، مفيش اي مجهود، مفيش اي حاجه، مش تعبان مثلا من المدرسه او كده، جاي مرتاح. لا، هو بالعكس، ده هو بينزل التمرين، بيعمل عمليه تنشيط للدوره الدمويه وبعد كده بيروح المدرسه. ان هو بيروح المدرسه فايق يعني. انما كابتن سحر لما يكون في حمام سباحه خاص بالنادي ممكن التمرينات تبقى مسائيه؟ يعني الوقت لينا متاح مفتوح سواء الصبح او بالنهار، بس برضو بنبعد عن ميعاد المدرسه وميعاد الدروس، لان برضو المدرسه بيكون وراها دروس على طول، فمفيش وقت اللي احنا نعمل ميعاد للسباحه، تمرين السباحه بعد المدرسه. هم حتى كمان الجسم كمان خلاص هيكون في وضع ارهاق، فمش هيتاقلموا مع التمرينه، فهيقضوا خلاص، هتكون مجرد تمرينه. اما الصبح احنا بناخد كل النشاط بتاعهم. تخصصاتكم في كليه التربيه الرياضيه برضو عن السباحه يا كابتن محمد؟ السباحه. كابتن سحر برضو نفس طيب، يعني عايز اتكلم بقى عن التكنيك اللي بياخدوه في الخارج عشان يطلعوا بقى ابطال اولمبيين وخلافه. في اختلافات طبعا كبيره جدا، كلمني عن الدراسات العلميه وبالنسبه للسباحه وازاي بيعدوا السباح لهذه البطولات. طبعا هو في فرق كبير جدا ما بين الشغل بره مصر والشغل جوه مصر. يعني بره مصر بيبقى فيه امكانيات اكتر طبعا، بيقدر ان هو يعمل عمليه الانتقاء بتاعته بشكل احسن، لدرجه ان هو دلوقتي بره مصر شغالين على الجينات. الولد من صغره بيتعمل له تحليل جينات، بيتعرف ان كان دوت هينفع في انه رياضه، سباحه، كره قدم، كره يد، ينفع في رياضات التحمل، ينفع في رياضات السرعه. ده الشغل اللي ماشي بره مصر دلوقتي يعني. ده مفيش عندنا الكلام ده خالص. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو الشغل ده. انت بتتكهن كده ان ده هيبقى سباح كويس خلاص وبتشتغل عليه؟ لا، هو مش بنتكهن، يعني على قد ما نقدر بنشتغل حسب المواصفات، على حسب الامكانيات المتاحه لينا يعني. بناخد يعني احنا عمليه الانتقاء اللي بتتم عندنا دلوقتي هنا، هنتكلم مثلا عن مدن القناه عن طريق المواصفات الجسميه. طيب، كابتن سحر، المادة بتفرق كتير في إعداد البطل، يعني بالنسبة لكم في مشاكل شوية بالنسبة للمادة كأي رياضات غير كرة القدم، مش هقول السباحة بس. مظبوط؟ مظبوط. مش عايز تتكلمي في الموضوع ده أعفيكي من الحرج. طيب، الولاد بقى عايز أتكلم بالنسبة للسباحة. مين اللي خد إيدك أول مرة يا بلال وقال لك لا تشترك في السباحه يعني او اللعبه؟ في الاول خالص قبل ما اخش السباحه كنت بلعب كوره.
بس انا مش كنت قوي فيها، مش كنت حاببها كمان يعني. انا قعدت فيها بالظبط يعني نص سنه كده، وبعد كده ما حبيتهاش. بعد كده نقلت في السباحه يعني. اشتركت في مدارس للكوره وكده؟ لا يعني انا رحت في مش فاكر نادي ايه من مده يعني. ولعبت كوره فتره صغيره ما انبسطتش يعني. لا بعد كده بقى يعني انا فكرت انا نفسي في سباحه وكده، فرحت بقى اشتركت وكده. انا في الاول كنت في نوادي تانية، كنت في نادي الكهرباء، كنت في مدارس تانية برضه لتعليم السباحة، وبعد كده نقلت في الاخر في الاسماعيلي. انت اللي اخترت النادي الاسماعيلي ولا حد ما هو ده يعني انا اللي اخترته. محمد برضو نفس الكلام، انت ماشي على نفس المنوال بتاع اخوك تقريبا، اخوك كبير مظبوط؟ طيب لعبت رياضه، اي رياضه ثانيه؟ برضك كوره انما ما انبسطتش في لا كنت منبسط، بس يعني واحد يلعب سباحه وواحد يلعب كوره. فقلنا احنا الاثنين تلعبوا سباحه. طيب مريم، في اي رياضه ثانيه لعبتيها غير السباحه؟ لا، هي السباحه. طيب سمعت انك عايزه تلعبي باليه مائي، لكن للاسف مفيش فريق هنا، مظبوط؟ صح. اشمعنى باليه مائي؟ ليه؟ اصلا بعرف اعمل باليه مائي في البسين. يعني انت مع نفسك كده بتعملي باليه مائي؟ في بنات تانية برضو معاكي؟ لا. طيب ليه مفيش باليه مائي كابتن محمد مصطفى، اللي هو يعني السباحه بالعافيه الانديه بتصرف عليه؟ لا، هو في رياضتين من الرياضات المائيه مش موجودين في اسماعيليه، زي الباليه المائي وزي الغطس، رياضه الغطس. الرياضتين دولت مش موجودين في اسماعيليه عندنا هنا. هو اتحاد واحد على ما اعتقد، اللي هو الغوص الغوص والانقاذ، ولا ده حاجه ثانيه؟ ده حاجه ولا حاجه؟ الغوص والانقاذ خاص بسباحه الزعانف والانقاذ، ليه بطولات لوحدها، وده اتحاد منفصل عن اتحاد السباحه. اتحاد السباحه اتحاد لوحده. اتحاد السباحه بيضم السباحه الطويله والسباحه القصيره والسباحه التوقيعيه اللي هي زي الباليه المائي والغطس وكره الميه. ليه ما عندناش برضو سباحه طويله؟ لا، عندنا هنا سباحه طويله. فيها ابطال برضو؟ فيها ابطال. النادي الاسماعيلي مطلع حد او واخد بطولات؟ النادي الاسماعيلي ما فيش للاسف، فيه لسه ما عملناش سباحه طويله فيه. احنا بصدد ان احنا نعمل فريق سباحه طويله ان شاء الله. طيب كابتن سحر، الولاد ليه بيقبلوا على السباحه القصيره، او الانديه بيبقى عندها فرق في السباحه القصيره مش الطويله؟ هو عامه السباحه القصيره بيكون تمرينها يعني افضل بكتير، وكمان بيطلع ابطال بسرعه، والتدريبات بتاعتها افضل من السباحه الطويله. لكن منطقه القناه منطقه يعني ساحليه، يعني فيها بحار مفتوحه، فيها قناه السويس، فيها يعني المفروض هي تكون اقرب الى السباحه الطويله. بس مش متوفر فيها قوي، او هي بالنسبه بتكون متعبه بالنسبه للسباحين. متعبه، ميه البحر بتبقى المسافات الطويله بتكون متعبه. طبعا. كابتن محمد مصطفى، الصعوبه في ايه ان احنا يعني ننشر السباحه الطويله في منطقه القناه؟ مفيش اي صعوبه، هو تقريبا هي منتشره في منطقه القناه بشكل كبير جدا يعني، وخصوصا زي ما حضرتك قلت ان هي منطقه ساحليه، فمتوفر البحر، على عكس مثلا القاهره واسكندريه. فيهم عندهم ابطال سباحه طويله، بس عشان يجي يعمل محاولات الطويله بتاعته او يعمل تمرين في البحر لازم هيسافر ويعمل تمرين. انما احنا عندنا الحمد لله 40 متوفر البحر ومتوفر حمامات السباحه. فان شاء الله رب العالمين يعني النادي عندنا، احنا اشتركنا قبل كده في بطوله السباحه الطويله الخاصه بالمنطقه، كنوع من تجربه المشاركه فقط يعني المشاركه وتجربه السباحه الطويله في النادي عندنا ان شاء الله. عشان كده زي ما بقول لحضرتك احنا بصدد ان احنا نعمل فريق سباحه طويل ان شاء الله. مدارس السباحه مستمره خلال الشتاء ولا صيف بس؟ لا، هي اكترها في الصيف. اكترها في الصيف. فاحنا الشتاء بنبدا بقى الفريق. بتنتقوا عدد من المتميزين؟ من المدارس بنحوله في التدريب، ده بيكون في وقت الشتاء. وما التدريب بيكون مستمر طبعا صيف وشتاء. طيب الصور اللي قدامنا دي صور مين بقى كده؟ ده بلال. دي صورة ده بلال؟ قدامنا. طيب دي في بطولة ايه؟ وكلموني عنها. دي في بطولة الجمهورية. دي في بطولة الجمهورية دي. بطولة الجمهورية. مش اللي فاتت دي، لا اللي قبليها دي. اللي قبليها دي بالنسبة لك انت الوحيد اللي شاركت في بطولة الجمهورية، مظبوط؟ لا، محمد شارك
دي كانت في بطولة الجمهورية اللي فاتت بقى. الصور دي. طيب امال صورك فين يا مريم؟ معرفش. طيب اكتر نوع من السباحة بتحبيها ايه يا مريم؟ تخصص بريست. البريست اسهل ولا عشان ايه بالظبط؟ لا اسهل هما. واصعب نوع؟ الباك. الباك. نفس السؤال ليك يا محمد، السباحة اللي انت بتفضلها يعني؟ الدولفين. وبلال؟ البريست. هو البريست، بس انا يعني ناوي تخصصي يبقى دولفين عشان كويس فيه كويس. الصور دي بقى تحكوا لنا عنها، صور ايه دي؟ انا دي صورتك انت، اخيرا طلع لك صورة. طيب دي كان حفلة تكريم ولا ايه بالظبط يا مريم؟ لا سباحة. السباحة كان التتويج بتاعكم بعد ما حصلتوا على الميدالية. طيب بتجربوا او جربتوا العوم في الاماكن المفتوحة، القناة او كده؟ هو محمد جرب، بس انا يعني ما جربتش، انا كان عليا مدارس وكده فما عرفتش اشترك فيها، فلحد دلوقتي ما اشتركتش في اي بطولة طويلة. السباحة الطويلة. محمد نفس الكلام؟ لا طلعت فيها. طلعت في البطولة؟ كانت في القناة ولا كانت فين؟ في البحر. في البحر. بورسعيد؟ في بورسعيد. مريم طبعا لسه بدري شويه على القصص دي. شاركت. لا راحت برضه. شاركت في السباحه الطويله. شاركت في بورسعيد في الاماكن. ما بتخافوش على الاعمار الصغيره دي؟ ما اكيد في منقذين في البحر وفي متابعين. بيبقى العمليه كمان مقننه، مسافات مقننه للولاد الصغيرين. يعني مريم لما شاركت كانت مشاركه 500 متر بس، يعني مش يعني على سبيل المشاركه، وكمان المنطقه يعني كنوع من الحافز للولد ان هو تشجعه ان هو يشترك في السباحه الطويله. قدر يكملها، قدر ما قدرش خلاص. انما بالنسبه لمحمد وبلال لا، هو ليه مسافه معينه مثلا لازم يعملها. مريم السباحه في البحر صعبه، اصعب من حمامات بيبقى في موج والميه بتبقى تقيله شويه. طيب ساقعة. طيب ما خافوش عليكي بقى في البيت انك تنزلي في البحار المفتوحه دي تبقى صعبه شويه؟ ما اعرفش. لا ما خافوش. طيب محمد دي صورتك تقريبا او ده فيديو بتاعي. الفيديو بتاعك. محمد ما فكرتش كده انك تتجه للسباحة الطويلة تتخصص فيها؟ يعني يمكن العدد قليل شوية في المنطقة. لا أنا بفضل السباحة القصيرة. ليه؟ يعني الطويلة بتعب فيها. لكن القصيرة يعني أسهل. طيب برضو نفس الكلام بالنسبة لبلاد. القصيرة أسهل عشان كمان في بسين حاجة مقفولة، البحر مفتوح وكده برضو نفس برضو. والمية بتبقى وتقيلة. هي حسب بقى يعني هي عندنا كمان يعني هي في البسين ساعات تبقى تقيله وساعات تبقى خفيفه، يعني هي على الوش خفيفه، من تحت كده لما اجي تجيب من تحت الميه تبقى تقيله. فيعني وبعدين انا ما نزلتش يعني بطولات بحر، بس يعني بفضل البسين، بفضل يعني العوم في البسين. العوم في البسين. السباحه يعني نقول نفعتكم في ايه؟ يعني هي تدينا جسم ونفس وكده غير اي رياضه تانية. وبعدين اي حاجه اساسا يعني بتحصل، مثلا لعيب الكوره رجليه تحصل له حاجه بيقولوا له اتمرن سباحه، اشتغل مثلا اسبوع سباحه كده، علاج طبيعي مثلا. ايوه كده، يعني هي السباحه دي كويسه وما فيهاش يعني ما يحصلكش اصابات فيها. كويسه وفي الميه وكده، وشغلك في الميه كله بتبقى حلوه. لكن بيتهيألي كابتن محمد مصطفى احيانا بيبقى فيه تمزقات لو يعني اجهاد اوفر او كده، لو مفيش احماء كويس. لو مفيش احماء كويس قبل الميه، لو السباح ما اشتغلش احماء بتاعه مظبوط وعمل اطالاته مظبوطه، هينزل الميه كده هيجيله مزق، يجيله كرامب او كده. انما الاحمال التدريبيه مقننه لكل سن. كابتن سحر الاحماء بيبقى حوالي قد ايه قبل التمرين؟ حوالي مرة 10 دقايق. تكفي 10 دقايق؟ ربع ساعة. بتكفي. طيب سمعت معلومة كده ان السباحة يمكن الرياضة الوحيدة اللي يمكن بتحرك جميع عضلات الجسم دونا عن اي رياضات اخرى، الكلام ده مظبوط؟ مظبوط. لذلك يمكن بينصح بيها بقى اللي بيدور على يعني عايز يعمل جسم كويس، جسم كويس بيمارس رياضة السباحة، او عايز يعني ينزل بالوزن او كده، رياضة السباحة اهم حاجة. تمام.
بتحرق سعرات عاليه جدا. تمام. اه مصنفه من ضمن الرياضات اللي بتحرق سعرات حراريه عاليه جدا. طيب برضو عايز اتكلم في كريمات برضو بيحطوها بنشوفها في البطولات قبل ما بينزلوا ولا لا؟ هو ممكن بتاع بس السباحه الطويله السباحه الطويله بيحط زي فوزلين او كده، بيحس ان هو يعني بيقلل من، هو عنده اعتقاد ان هو بيقلل من البروده شويه، من بروده الميه دي بقى اللي بيعدي المنشي والحاجات دي. انما السباحه القصيره ما بيحطش اي نوع من الانواع دي خالص. طيب معانا الاستاذ الدكتور ممدوح الشناوي رئيس فرع بورسعيد والقناه للسباحه. اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا وسهلا محمد بيه، ازي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله. يعني عايزين نتكلم عن السباحه وازاي ننشر الرياضه دي في انديه اكبر. يعني منطقه القناه الى حد كبير الانديه محدوده اللي بتمارس السباحه، ازاي ننشرها؟ والله وحضرتك طبعا اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ان السباحه ونشرها في منطقه القناه وبورسعيد وسينا. ولكن طبعا من وجهه نظر حضرتك والعديد من الزملاء ان الفرع طبعا يمكن الانديه مش كثيره، ولكن طبعا عدد الممارسين الحمد لله فرع بورسعيد والقناه وسينا بقى اقوى فرع في مصر دلوقتي. وده من واقع البطولات اللي بتتم على مدار السنه. الانشطه كانت متعدده سواء في السباحه القصيره او السباحه في المياه المفتوحه. وطبعا ما كانش لينا الحظ طبعا ان ننشط كره الميه والباليه المائي، لان طبعا ظروف طبعا بورسعيد واسماعيليه والمنطقه بتاعت القناه، الا ان طبعا كنا متميزين في السباحه القصيره والسباحه الطويله. وطبعا حتى كره الميه نادي هيئه قناه السويس في اسماعيليه فيه 3 ولاد في المنتخب، لسه العميد ايهاب اسماعيل مكلمني هنكرمهم يوم 27 مع التكريم اللي هيتم لجميع ابطال بورسعيد والقناه والدلتا وسيناء، على اساس طبعا النشاط بتاع فرع بورسعيد والقناه كان 7 بطولات وعده انشطه وصلت 12 نشاط. عاملين حفل طبعا يوم 27 الجمعه في بورسعيد، هيبقى فيها جزء فني وجزء تكريمي. طبعا ده بيأكد ان في نشر بشكل كبير جدا للرياضه السباحه والعاب الميه في بورسعيد والقناه وسينا. ولكن طبعا عدد الانديه اللي بتمارس بتختلف من منطقه لمنطقه ومن محافظه لمحافظه حسب حجم حمامات السباحه وحسب ارتباط والتزام العديد من الانديه، وخاصه ان انديه مصر كلها دلوقتي بدات تتجه الى النشاط الاجتماعي والثقافي والترويحي، وطبعا وتهمل النشاط الرياضي. الناس اللي بتمارس النشاط الرياضي يمكن دول متميزين اقليه من وجهه نظرنا، ولكن هم من وجهه نظري ومن وجهه نظر الناس المرتبطين بالسباحه الحمد لله فرع بورسعيد والقناه في 2016 و2015 كنا متميزين، وان شاء الله هنكمل هذا الكلام في 2017. لكن دكتور ممدوح البطولات كتيرة ومحتاجة يعني امكانيات مادية عالية، واعرف ان يعني الامور المادية دي قليلة شوية بالنسبة لكم كفرع او بصفة عامة. ازاي بتوفروا اعتمادات لهذه البطولات؟ والله سيادتك جزء جميل جدا سيادتك اتكلمت عليه. طبعا انا من اللحظه دي او من المكالمه بتاع سيادتك باكد طبعا ان احنا 2015 و2016 كنا اقوى فرع في مصادر التمويل الذاتيه. وطبعا عملنا انشطه متعدده. عناصر اللعبه دلوقتي بقت طبعا مش اللاعب او النادي او الاداره او المدرب او الحكم او المنشاه، النهارده ولي الامر بيلعب دور كبير كمصدر تمويل ذاتي، كمساهم طبعا في تنميه اللعبه بمصادر تمويل ذاتيه والتراضي بين اطراف المنظومه كلها. والحمد لله فرع بورسعيد والقناه بمصادر ذاتيه وبجهود ذاتيه بقى اقوى فرع فيما يخص طبعا الايرادات، وكل ده بيتم من خلال تناغم وحب وتفاهم اسره اللعبه من انديه ومدربين واداريين واولياء امور ولاعبين. والحمد لله نتمنى طبعا يستمر هذا الحب وهذا التفاهم في المرحله الجايه، لان طبعا عملنا بطولات السنه اللي فاتت يعني مش عايز اقول هي فعلا تنظيميا كانت من اقوى البطولات في مصر. بطولات منطقه يا كابتن؟
يا دكتور. بورسعيد والقناه طبعا كانت مشرفه، وكانت طبعا متميزه في التنظيم والاداره من كافه النواحي. في بطولات جمهوريه اقيمت في العام الماضي هنا في منطقه القناه؟ وطبعا للاسف الاتحاد طبعا بعد الاحداث بتاعه مباراه الاهلي والمصري طبعا احجم شويه عن اقامه بطولات في بورسعيد، وبرضك في منطقه القناه قلت شويه. يمكن في شرم الشيخ بس كجزء مننا برضك تمت بطولات الاوبن هناك، ورغم ان كانت بتلعب في بورسعيد واسماعيليه. نتمنى طبعا في المرحله الجايه الاتحاد يتعاون معانا ويبدا ينظم بعض المسابقات القوميه، بس احنا الحمد لله البطولات اللي بنعملها بطولات مفتوحه، فبيشارك فيها انديه من المحله، من طنطا، العاشر من رمضان، من القاهره، غير انديتنا اللي هي من شرم الشيخ للسويس لاسماعيليه لبورسعيد لسينا طبعا. فالحمد لله الانديه طبعا من محافظه الدقهليه المنصوره، طبعا الحوار او جزيره الورد او طبعا استاد طنطا او نادي طنطا او غزل المحله او بلديه المحله. الامانه يعني النهارده حتى الرواد في العاشر من رمضان فرع بورسعيد والقناه بيشارك فيه انديه ما شاء الله، مش عايز اقول يعني اقوى فرع فعلا في عدد المشاركات بالنسبه للانديه وحجم اللاعبين، والحمد لله كان حاجه مشرفه يعني مش هنقول بطولات جمهوريه ولكن هي في التنظيم والاداره تقترب من بطولات الجمهوريه. نتمنى ان يكون في بطولات جمهوريه يعني تنشطوا في هذا الشان، بطولات يعني على مستويات اعلى، مش عايزين نقول بطولات عالميه لان منطقه القناه فيها برضو امكانيات كويسه يعني بالنسبه لبورسعيد الحمام التربيه الرياضيه، وبرضو حتى هنا في الاسماعيليه في حمام هيئه قناه السويس. اعتقد انه في اماكن تصلح ان احنا نعمل بطولات اعلى. والله سيادتك اتكلمت في نقطه خطيره جدا مرتبطه طبعا بالحاجه اهم جدا وحيويه لمصر، مش على مستوى القناه بس ولكن طبعا احنا من زمان بنتكلم على الاتحاد العام في الفتره اللي انا كنت عضو مجلس اداره فيها او الفترات اللي انا كنت برشحت نفسي على رئاسه الاتحاد. اتكلمنا مع الجهه الاداريه ووزاره الشباب، اتكلمنا مع الزملاء في الاتحاد طبعا ان لازم نستغل امكانيات الدوله البشريه والانشائيه. واتكلمنا طبعا ان الدوله بتمتلك العديد من المنشآت مش موجوده في اي مكان، يعني مش عايز اقول في العالم ولكن فعلا المنشآت اللي موجوده خاصه يعني مثال كحمامات سباحه في جميع المحافظات، سواء الحمامات الاولمبيه 50 متر او 25، سواء المياه الدافئه او المياه العاديه، دي عدد كبير جدا بتمتلكها الدوله في الجامعات، في الانديه، في وزاره الشباب، في وزاره الدفاع، في طبعا في الشركات، العديد من القطاعات في التربيه والتعليم. طبعا كنا اقترحت عده من اكثر من 20 سنه طبعا نعمل مشاريع قوميه زي مشاريع العمالقه وغيره في كره اليد والطايره، على اساس هذه المشاريع طبعا تبقى قوميه من خلال وزاره الشباب. وللاسف طبعا هذه الافكار وزاره الشباب ما قدرتش تحولها الى نتمنى انها تتحقق خلال الفتره المقبله، لكن في تساؤل هنا، ليه ما فيش مثلا باليه مائي في انديتنا؟ طبعا هو الباليه المائي حضرتك بتركز في القطاع المائي انديه اليوبلس والصيد والجزيره والمعادي، وللاسف بورسعيد كان طبعا من مده طويله كده كان في باليه مائي، ولكن طبعا عادات التقاليد تمت في بعض الاحجام نكمل الباليه المائي. ان شاء الله نحاول نطلع جاهزين ان ننشط هذا الجزء، هذه الرياضه طبعا مع رياضه الغطس ومع طبعا كره المائيه، وخاصه الاسماعيليه ما شاء الله تم اختيار 3 في المنتخب من الناشئين على امتياز طبعا في المنتخب بتاع كره المائيه بتاع مصر، وفي نفس الوقت 3 لعيبه السباحه المائيه المفتوحه برضه الاسماعيليه اختيار المنتخب. الحمد لله في العديد من العناصر المتميزه من اللاعبين. يمكن طبعا بورسعيد واسماعيليه ومنطقه الكمال وشرم الشيخ طبعا ظروفها مختلفه عن القاهره متعدده ان شاء الله. طبعا هو الصوت بدا في مشكله في الصوت او في الشبكه، يعني نتمنى ان حضرتك تكون معانا في حلقه قادمه ونتكلم باستفاضه
في هذه الموضوعات وموضوعات أخرى. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور ممدوح الشناوي رئيس فرع بورسعيد والقناة للسباحة. ناخد مع بعض أعزائي المشاهدين الفاصل التالي. كابتن محمد مصطفى، لو هناك بطولات على مستوى اعلى زي ما كنا بنتكلم من شويه مع الدكتور ممدوح، اعتقد دي بتنشط رياضه السباحه في المنطقه. طبعا لازم تنشط رياضه السباحه، وخصوصا ان يعني هو دكتور ممدوح يمكن عشان بس الشبكه ما كانتش واضحه، يعني كان هيوضح لحضرتك ان اقيمت بطوله الشركات كمان في بورسعيد تحت رعاية المنطقة الفترة اللي فاتت دي، بطولة الشركات للسباحة والسباحة الطويلة وكرة المية كمان. ففي كذا بطولة بتحصل جمهورية، بس عن طريق الاتحاد ما بيتمش زي ما الدكتور ممدوح وضح كده، ما بيتمش على قد بطولات المنطقة، على قد بطولات المنطقة في بورسعيد. طيب كابتن سحر، برضو عايز اتكلم عن امكانيات حمامات السباحة. امكانيات حمامات السباحه هل هي اقل او هي بالتاكيد اقل من دول العالم؟ يعني بنشوف حاجات متطوره جدا وتصوير تحت الميه والستوب ووتشز وحاجات تانية متقدمه جدا. كلمينا بقى في هذا الموضوع. احنا عندنا طبعا مستوى اكيد مش هيوصل للمستوى بتاع الدول اللي بره. احنا هنا يعني الحمد لله اللي احنا بنسخن الميه بتاعت حمامات السباحه. برضو بنستخدم امكانيات، بس برضو مش هتوصل للمستوى بتاعهم. هناك طبعا بيطلعوا ابطال ومستويات عالية جدا بسبب الامكانيات الموجودة عندهم. وبرضو البطل ما بيطلعش يعني عشان اللي هو بيعوم بس، طبعا بيعتمد على امكانيات تانية. طبعا هما بيوفروا هناك للاعب التغذية السليمة، عندهم التمرين برضو كل مش بيعتمد على تمرين المية، في تمرينات ارض بيكونوا معتمدين عليها. العامل النفسي ده برضو شيء اساسي اللي هو بيطلع سباح. طيب معانا اتصال تليفوني مع الاستاذ حسن العشماوي مدير العلاقات العامه بالاتحاد المصري للسباحه. استاذ حسن اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. مساء النور. لو قلت لك اهم انجازات السباحه في العام المنقضي يا ترى كانت ايه؟ حضرتك طبعا شفت وصلت. رجعنا للشبكه تاني معلش. سنه 1910 يا ريت يعني تطلع في مكان فيه شبكه لان الصوت بيقطع. اتفضل يا استاذ حسن. اتفضل يا باشا. اولا انا احب بس احيي القائمين على البرنامج وتشجيعكم للاطفال الصغيرين، دي حاجه جميله، وزاد القاعده بتاعت السباحه دي فكره جميله جدا، واحب احييكم عليها طبعا. الله يخليك يا استاذ حسن. اهم الانجازات بالنسبه للسباحه خلال 2016. احنا يا فندم لاول مره من 1910 نوصل لبطوله العالم بالعدد الكبير اللي دخلنا بيه، سواء في السباحه او المياه المفتوحه او التوقيعيه. ده كان انجاز ما حصلش في سنه 1910 من سنه انشاء الاتحاد. حققنا فعلا كميه نتائج كويسه جدا من فضل الله يعني. وبصراحه الاستاذ المهندس ياسر ادريس كان عامل شغل رهيب جدا وسخر كل امكانياته انه يحقق نتائج افضل، وطبعا نتائجنا كلها بالارقام يعني مش محتاجين نتكلم عليها. طب تصنيف المناطق كده بالنسبه للسباحه القصيره على مستوى الجمهوريه لو صنفتها لنا حضرتك بالترتيب. بالنسبه لسباحه المناطق من اقوى المناطق اللي شغاله عندنا منطقه بورسعيد ويليها منطقه اسكندريه. يعني منطقه بورسعيد بصراحه عامله شويه بطولات كويسه جدا، وبتحاول ان هي تنشر اللعبه على مستوى عالي وتوسع القاعده جامد قوي في مدن القناه. ويمكن في عندهم سباحين كتير ما شاء الله قاعدين يعني، وان شاء الله هنسمع عنهم قريب ان هم ابطال يعني.
ان شاء الله ان شاء الله. بنشكر حضرتك استاذ حسن العشماوي مدير العلاقات العامه بالاتحاد المصري، وللاسف وقتنا انتهى. ان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى عن السباحه، ونتمنى يعني القاعده تكبر، نتمنى يكون في مدارس للسباحه في كافه الانديه. بنشكر الكابتن محمد مصطفى مدرب عام السباحه القصيره بنادي الاسماعيلي، والكابتن سحر ابو شعيشه مدرب فريق سباحه ايضا بنادي الاسماعيلي. نشكر ابطالنا، نقول ابطالنا الكبار مش هقول الصغيرين، بلال عباده ومحمد عباده ومريم وائل عطيه، وان شاء الله نشوفكم سباحين كبار ونشوفكم في الاولمبياد باذن الله. شكرا جزيلا لكم. بنشكركم اعزائي المشاهدين، وحتى نلقاكم في الاسبوع القادم وحلقه جديده من البرنامج ورياضه جديده. لكم منا اجمل وارق التحيات.